السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أحببنا أن نضع بين أيديكم أعراض سحر الهواتف. أعراض سحر الهواتف، وهي 7 أعراض. منها أحلام مفزعة، يرى في منامه كأن مناد يناديه، يرى في منامه كأن مناد يناديه، يسمع أصواتا تخاطبه في اليقظة ولا يرى أشخاص، كثرة الوساويس، كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب، يرى في منامه كأنه يسقط من مكان عال، يرى حيوانات تطارده في المنام. قلنا نعيد وفي الإعادة إفادة إن شاء الله تعالى. أحلام مفزعة، عندما يأتي وينام لا يرى في منامه وفي أحلامه إلا ما يفزعه بشكل متكرر. كلما ذهب إلى الفراش ونام يرى أحلام تخيفه، أحلام مفزعة. كذلك يرى في منامه كأن مناد يناديه بشكل يومي، يعني كلما ذهب لفراشه ولا يرى أن في منامه كأن مناد يناديه. كذلك يسمع أصوات تخاطبه في اليقظة ولا يرى أشخاص. هو ماشي في الطريق كأن شخص يناديه فيلتفت فلا يجد أحد. كثرة الوساويس، كثرة الوساويس في كل شيء. كذلك كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب. كذلك يرى في منامه كأنه يسقط من مكان عال، ويرى حيوانات تطارده في المنام. نحن قلنا هذا بشكل يومي لأن لغة الجان يعني في المنام هي التكرار. إذن إخواني أخواتي، إذا وجدنا في أنفسنا هذه الأعراض فكيف العلاج؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من داء له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. أعطيكم إن شاء الله تعالى طريقة العلاج، وهي سهلة إن شاء الله تعالى. تقرأ رقية السحر على المريض، تقرأ رقية السحر على المريض. إذ سرع تعالجه إن شاء الله تعالى يعني بالطريقة المشروعة، يعني تتعامل مع الجن الموكل بالسحر بطريقة شرعية، ولا تغتر، وإياك والغرور، وإياك ثم إياك ومداخل الشيطان، فإنه يفسد قلبك. ثم إذا لم يسرع، إذا قرأت عليه ولم يسرع ولكن توفرت الشروط، ونقول أن الجن له قدرة على أن يخفي نفسه في البدن، ولكن ليست لديه قدرة على أن يخفي الأعراض. فإذا قال لنا الجن سأخرج وبقيت الأعراض فنعلم أنه لا زال، وإذ قال لنا الجن خرجت وذهبت الأعراض فنعلم أنه خرج. قلنا أن الجن ليست لديه قوة على أن يخفي الأعراض، ولكن لديه قوة على أن يخفي نفسه. قلنا إذا لم يسرع تعطيه مثلا برنامج، مثلا الوضوء قبل النوم، ويقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، يتوضأ ثم يقرأ آية الكرسي. كذلك جمع الكفين وقراءة المعوذة والنفث فيهما ومسح الجسد 3 مرات قبل النوم، أنه يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذتين 3 مرات وينفث ويمسح جسمه 3 مرات. كذلك يقرأ سورة الصافات في الصباح والمساء، وسورة الدخان عند النوم أو الاستماع إليها. كذلك يقرأ سورة البقرة كل 3 أيام أو الاستماع إليها على الأقل، وأحسن شيء أن يقرأها كل يوم، لكن إن لم يستطع فلا يتجاوز القراءة 3 أيام، يعني 3 أيام يكون قد قرأ سورة البقرة. قراءة آيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم، يقرأ آيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم. كذلك يجب عليه أن يستمع لشريط في سورة فصلت والفتح والجن، ويستمع لهذا الشريط 3 أيام في اليوم. كل هذه التعليمات يطبقها لمدة شهر كامل، فيأتيه الشفاء بإذن الله عز وجل. إخواني، وأما أنا فأسألكم الدعاء
إلي بالنصر على السحرة، وبأن يوفقني الله عز وجل كي أكون عونا لكم، وكي تحبوني في الله عز وجل. كان معكم أخوكم الراقي أبا إسحاق الوديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى